يعني السوبر يتلعب والفريق اياه يطلع بموسم صفري، لا وكمان الاهلي هو اللي ياخد البطوله والملعب يبقى متقفل بالجمهور. طب والسوبر اللي هيبوظ؟ طب والشعبيه الاكبر في الوطن العربي هنوديهم فين؟ يا مساء الفل على بتوع الكوره وماتش الاهلي وبيراميدز، والاهلي بطل السوبر. وحابب اقول انت في حضره الاهلي، انت في حضره السير مارسيل كولر، 3 نهائيات ب3 بطولات. وندخل في تفاصيل الماتش على طول. كان عندنا النهارده مشكله في حته خلق الفرص والصناعه في الهجوم، وده يرجع لتوظيف النهارده بتاع حمدي فتحي ومروان عطيه. كنا دايما بنلاقي ان حمدي فتحي بيكون جنب المهاجم، حتى نص ملعب التاني كان بيبقى متقدم وبيهاجم. النهارده مارسيل كولر عمل العكس شويه، كنت دايما هتلاقي مروان عطيه وحمدي فتحي قريبين من بعض ومأخرين الاثنين، والقندوسي لوحده كأنه هو صانع العاب شبه الطريقه بتاعت زمان 4-2-3-1. ومن هنا ظهرت تحس ان الملعب بقى مقسوم نصين، نص في الدفاع ونص في الهجوم، مفيش حلقه وصل ما بين الاثنين، خصوصا ان القندوسي ما كانش بيرجع خالص تقريبا، وحمدي ومروان كانوا بيلعبوا كارتكاز وما لهمش اي تعليمات هجوميه تقريبا. كان عندي مشكله تانية النهارده برضو، هو الترابط ما بين خط الهجوم. كنت تحس ان كل واحد في وادي، يعني تاو لوحده في جناح، عبد القادر لوحده في جناح، شريف ولا رابط مع ده ولا رابط مع ده، محدش فاهم تحرك التاني، كل واحد بيسقف مع نفسه. وحابب اتكلم على القندوسي بشكل مفصل اكتر. اللي شفنا النهارده انه عنده كواليتي جبار يفرق عن اي نص ملعب في الاهلي. القندوسي من احسن اللعيبه اللي بتقدر تمشي بالكره بوشها، حتى لو هو بظهره بيقدر يخلق لنفسه فرصه ان هو يمشي بوشه. فردياته عاليه جدا ومهارته عاليه جدا، محتاج حد بس يفهم ويربط معاه، هتلاقي القندوسي ده في حته تانية خالص. وعايز اتكلم عن سلبياته برضو، ان هو البدني بتاعه مش احسن حاجه، تقريبا ما بيلتحمش خالص، ولا هوائي ولا في الارض. ونقطه ثانيه، مش عارف دي عيب في القندوسي ولا تعليمات من كولر، لان هو ما كانش بينزل ياخد الكره خالص يطلع هو بيها، مش هو اللي بينزل عشان يصنع. الكره بتجيله هو هيقدر يتصرف سواء بظهره او وشه، هو هيروح على الجون وهيكون ايجابي. لكن والكره مش معانا ما بينزلش يطلبها ابدا، ما بيطلبش الكره من تحت، دايما واقف قدامه عايز الكره تجيله. وندخل في كابتن حزقه. اللعيبه النهارده عملت له قيمه وعملت له شكل في الملعب، هو بيتلكك اساسا عشان يظهر ويعمل الشويتين بتوعه. انا لو في الملعب بصراحه مش هتعارك معاه، لان هو قبل ما تحصل المشكله كلها هو بيدور على الشو، هو عايز اي لقطه عشان يطلع ويعمل حركات بوشه ويقعد يشاور للجمهور والحاجات دي. بس مشكلته ان هو وقع مع جمهور غلط. فاحب اقول لك يا سورم ما تحزقش كتير، عشان كده او كده هتروح معيط. وندخل بقى في تقييم اللعيبه. اللي عايز ابتدي النهارده بالشناوي بعد عوده العلاقات رسميا. النهارده الشناوي سبب مباشر ورئيسي في ان احنا ناخد البطوله، واي بطوله بناخدها في الغالب بنسبه 90% بيكون الشناوي ليه الفضل فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى. عبد المنعم خلصت فيك يا ابني كل الكلام، ومحمود متولي الف سلام عليك، ثنائيه نار هو وعبد المنعم جنب بعض. علي معلول الكابتن والقائد الفعلي للنادي الاهلي. مروان عطيه وحمدي فتحي النهارده رجوله وحماس ومجهود جبار. يمكن حمدي فتحي عنده سنه زياده اجريسيف كده مش عجباني، بس النهارده كل اللعيبه كانت رجاله. وبيرسي تاو اللي مش حابب اتكلم على سلبيات كتير النهارده، بس هي تعليق على لقطه واحده. هل انا جايب محترف اجنبي وبدفع له قد كده عشان ما يعرفش يستلم كره زي دي؟ ونختم بسؤال الحلقه، هو كهربا عقده صح ولا مش صح؟ لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.